تعرف ان الاسد مش بينجح في الصيد الا في ربع محاولاته؟ يعني بيفشل في 75% من محاولاته وبينجح في 25% منها فقط. ورغم ان النسبة قليلة الا انه يستحيل ييأس من محاولات المطاردة والصيد. والسبب الرئيسي مش بس في الجوع زي ما هيجي في بالك، انما هو استيعاب الحيوانات لقانون الجهود المعذورة. ده القانون اللي تشتغل بيه الطبيعة كلها. نص بيت السمك في البحار والانهار بيتاكل من سمك تاني، ونص مواليد الدببة بتموت قبل البلوغ، ومعظم امطار العالم بتنزل في المحيطات، ومعظم بذور الاشجار العصافير بتاكلها. الانسان الكائن الوحيد اللي بيرفض القانون الطبيعي للكون، وبيعتبر ان عدم نجاحه في كام محاولة انه انسان فاشل. لكن الحقيقة هي ان الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة، والنجاح مش ان يكون ليك سيرة حياة خالية من العثرات والسقطات. بالعكس، النجاح هو انك تمشي فوق كل اخطائك وتتخطى كل مرحلة بذلت فيها مجهود مقدر، وتطلع المرحلة اللي بعدها. ولو في كلمة تلخص الدنيا هتكون بكل بساطة: استمر. ان النجاح الحقيقي هو انك تنتقل من فشل الى اخر ولم ينقص من حماسك شيء. لان لو عرفنا ليه فشلنا هنعرف ازاي ننجح.